السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. بصوا الجميل ده، حاجة كده طعمها بجد وهم هشة جدا زي ما انتوا شايفين كده. قلبها من جوه فاضي، يعني مش معجن خالص، مقرمشة جدا، اكننا كده بناكل شيبسي. طعمها حلو، شيبسي بس في القرمشة بس. اما الطعم بجد مش قادرة احدد واقول لكم قد ايه هو جميل. يلا بينا كده بسرعة بسرعة نسمي بسم الله ونشوف اسهل حلا ممكن نعمله. اول حاجة انا جبت البولة بتاعتي ونزلت على طول بكوباية من الدقيق ومعلقة من الخميرة وكمان معلقة السكر الحبيبات بتاعنا العادي، وكمان شوية ملح صغيرين ما بين صوابعنا كده. وبدأت أقلب المواد الجافة كويس جدا مع بعض. أنا متأكدة إن الحالة ده هيعجبكم جدا، لأن مفيش أسهل من كده مقادير ولا إمكانيات ولا طريقة تحضير. هبدأ بقى أنزل على طول بعد ما قلبت المواد الجافة كلها كويس مع بعض بمعلقتين من الزيت. زي ما احنا متفقين حبايبي واخواتي، لما بنيجي نستعمل الزيت في أي حلا احنا بنعمله أو حتى معجنات، لازم يكون الزيت نضيف، يعني ما يكونش فيه أي روائح. بدأت بقى أنزل بكوباية إلا ربع من المية الدافية بتاعتنا. طبعا الكوباية الربع مش هنزل بيها مرة واحدة، هنزل بيها شوية شوية، يعني انزل بالمية وفي نفس الوقت بقلب. المية ما تكونش سخنة، عشان لو سخنة هتموت لي الخميرة بتاعتي. طيب لو ساقعة من الحنفية هتهبط لي العجينة بتاعتي. فلازم تكون مية دافية زي دمع العين كده. وابدأ بقى زي ما انتوا شايفين، انا بدأت اقلب الاول بالمعلقة، وبدأت كده ان انا الم العجين بايدي. عجنة كويسة جدا، عجنة كده محترمة. وبعدين بلمها، اعرف انها اتعجنت كويس لما الاقي كده العجينة حلوة وطرية في ايدي، وكمان لمت لي كل اللي في البولة. على وش العجين كده معلقة صغيرة من الزيت، وابدأ ان انا احطها على وش العجينة علشان ما تنشفش معايا، وعلشان كمان تبقى طرية كده معايا اما اجي افردها. هجيب بقى استرتش غذائي، هجيب كيس، هجيب اي حاجة، المهم الفها لفة حلوة كده علشان اساعدها انها تخمر معي. وفي الجو اللي احنا فيه ده، يعني مش هتكمل 10 دقايق وهتخمر كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا لفتها. وهجيب كمان فوطة نظيفة كده بتاعة المطبخ، وابدأ ان انا اغطيها واركنها على جنب. خدت معايا 10 دقايق لربع ساعة بس كده. بدأت بقى ان انا اجيبها وقسمتها قطعتين، وبدأت ان انا اشتغل فيها. وطبعا التشكيلة دي بتاعتكم، يعني تشكلوها بأي شكل انتوا حابينه. بصوا انا هنا حبيت ان انا افرد العجينة بايدي عشان اوريكم قد ايه العجينة لينة وطرية معايا وبتتفرد بكل سهولة. معناها كده ان المقدار بتاعتها مظبوطة جدا، واخدة حقها كويس جدا جدا في العجن، ومرتاحة واخدة راحتها. لو انا ما استنيتش على العجينة بتاعتي وخدت راحتها، هتمط معايا كده، تبقى عاملة زي الاستيك، مهما افردها هترجع تلم تاني ومش هتبقى حلوة. زي ما انتوا شايفين انا بفردها كده بالراحة، عايزاها تكون رقيقة جدا. لو تخينة مش هتقب معانا القبة الحلوة دي، وهتبقى من جوه قلبها مكتوم. لكن لو رفعناها وخليناها كده رقيقة، هتبقى جميلة زي ما انتوا شفتوها، وقلبها يبقى فاضي من جوه كده، وطعمها حلو جدا. بجد هتعجبكم حبايبي واخواتي. لو وصلتوا لحد هنا، اوعوا بقى تبخلوا عليا وتنسوني في الاشتراك في القناة. والله حاجة بتفرحني وبتساعدني جدا جدا لما بكبر بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وكله هيستفيد من شوية مية وحبة دقيق وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد اقتصادي بنزله. هنا بقى انا بقطع كده وبساوي الجناب بتاعتي. عايزين تخلوا الجناب بتاعتي ديت وتقطعوها قطع صغيره وتحمروها، مفيش مشكله. عايزين جايبكم ضيوف بقى وعايزين تظبطوا كده الشكل بتاعها، وزي ما انتوا عارفين حبايبي واخواتي اللي متابعيني، انا بحب كل حاجه تبقى شكلها حلو. زي ما انتوا شايفين انا قطعتها كده مربعات. وطبعا المربعة بتاعتي لما بلاقي واحدة كبيرة كده بحاول يعني اظبطها. وهقطع شكل تاني كمان، يعني انا قطعت كده مربعة ولسه هقطع كده مدورة زي ما انتوا شايفين، يعني كده تبقى مشكلة في الطبق وجميل. وما شاء الله ما شاء الله، كوباية واحدة بس عملت لي كمية جميلة، علشان العجينة رفيعة جدا. فما شاء الله عملت لي كمية كبيرة جدا. بصوا بقى الحلاوة دي او الحلو ده او الحلا ده ممكن نعمل بيه زي ما انتوا عايزين. بصوا انا قطعت نص العجينه كده مكعبات صغيره او مربعات صغيره، وهبدا بقى اخد نص العجينه التانية واشكلها. هشكلها بقى مدوره، تشكلوها قلوب زي ما انتوا بتحبوا. المهم
اهم حاجة في العجينة بتاعتنا، لو انا مثلا خدت الحروف بتاعت العجينة دي وحطيتها على النص التاني واشتغلت بيها هتمط معايا وهتتعبني، فاسيبها كده ترتاح وابدأ اشتغل. طيب الحالة بتاعي ما بيحتاجش شربات؟ طبعا بيحتاج شربات او صوصات من الشوكولاتة او سكر بودرة، يعني زي ما انتوا عايزين التزيين. ممكن نحشيها من جوه كمان شوكولاتة. فانا عملت ايه؟ انا حشيت شوية من جوه كده شوكولاتة، وكمان هي ساعدتني كويس جدا جدا لانها منتفخة كده مش معجنة، وبسهولة جدا بقدر افتحها من الجنب او بفتحها من تحت بخلة الشيش تاووك دي. وببدأ ان انا في كيس كده من الكيس الحلواني بعد ما اسيح فيه قطعة من الشوكولاتة بقى البيضة، شوكولاتة الحليب، شوكولاتة الخام زي ما تحبوا، وابدأ ان انا احشيها من جوه. او ممكن نجيب بقى يعني قطع كده من الشربات او السيرب اللي موجودة عندنا، ونبدأ ان احنا ننقط عليها حاجة بسيطة خالص، ونبدأ نرش عليها سكر بودرة. وممكن تعملوها زي كده. انا حبيت ان انا اغير وانوع، مش كل حاجة تبقى محشية عندي شوكولاتة، ويا دوبك بقيت احط عليها كده كام نوع من الصوصات المتواجد عندي او المتوفر عندي، وبدأت ان انا ازينها كده. كانت طعمها رهيب لان ما كنتش عايزه يكون فيها شوكولاته كتير، عشان كده ايه يعني اعرف اشربها مع كوبايه الشاي. كلنا عارفين ان اي حاجه بتبقى مسكره شويه مع الشاي ما بتبقاش لطيفه قوي معايا يعني، فبخليها كده ما تكونش فيها شوكولاته كتير عشان تبقى حلو. القطاعه اللي انا قطعتها دي، قطعت بيها العجين دي، جميله جدا جدا، متوفره عند ادوات المنزله. بتاع الادوات المنزليه حلوه جدا وسعرها رخيص جدا. حبيبتي واختي شيماء صاحبتي هي اللي جايبها لي، بجد وهم قطاعه جميله جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت شويه مدوره وشويه مربعات، وكوبايه الدقيق عملت لي الكميه الجميله دي. وبدات ان انا اغطيها واسيبها 10 دقايق بس. ال10 دقايق يفرق كتير جدا فيها. يعني خمرت بقى حاجه بسيطه كده وارتاحت. واجي بقى شويه زيت كده في طاسه تكون نظيفه، وابدا بقى ان انا احمر. طبعا مش هنزل الا ما يكون الزيت سخن معايا. الزيت يا جماعه ما يكونش مغلي او مقدوح، لا انا عايزاه سخن بس. سخن هيخليها لي تقب وهيخليها تستوي، لكن لو سخن جدا او مقدوح هيديها لي لون على طول من غير ما تستوي. زي ما انتوا شايفين هنا كده انا بالمعلقه، وببدا ان انا بس ارش رشات خفيفه خالص عليها. ما شاء الله بتقب في ثانيه ازاي. بصوا انا حبيت ان انا اسيبها لكم كده، اسيب لكم الفيديو وهو بيصور وهي بتتنفخ واحده واحده. جميله مش قادره اقول لكم والله قد ايه جميله ومنتفخه وهشه، وهي اكيد يعني باين عليها قد ايه هي منتفخه كده وجميله ومش معجنه خالص من جوه. انا مش عارفه ليه بنسى دايما افتح لكم الحاجه من جوه عشان تشوفوها وتتاكدوا بنفسكم، بس اظن هي مش محتاجه ان انتوا تتاكدوا اكتر من كده. انا بقلي جنبكم او بحمر قدامكم علشان تشوفوا هي قد ايه قبه. وطبعا مفيش حاجه هتقب القبه الجميله دي الا لما تكون من جوه هشه كده وفاضيه وجميله، وطعمها مش قادره اقول لكم قد ايه جميله بجد. اهم حاجه المقادير بتاعتكم تظبطوها. انا حاطه المعلقه اللي انا مستخدماها معلقه صغيره على الكوبايه الدقيق، انا مستخدمه معالق صغيره. يعني ما اجيش اجيب كوبايه من الدقيق عليها مثلا معلقه كبيره من الخميره او معلقه كبيره من السكر، لا انا بستخدم معالق صغيره. انا مستخدمه الكوبايه اللي هو المج الموجود عندنا في كل بيت، المج الازاز ده. ممكن تستخدموا على فكره اي مج او اي كوبايه، بس المهم تستخدموها في كل حاجه. يعني لو هتستخدموا هتحطوا حليب هتحطوا زيت، يبقى الكوبايه هو المعيار الواحد. انا بالنسبه لي الحاله ده مش محتاج، في اي كوبايه موجوده عندكم او اي مج ممكن نستخدمه، لان احنا بنستخدم بيه بس ادي يعني ما بنستخدمش بيه اي حاجه تانية. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. طب لو لقيت الزيت سخن معايا قوي فبنزل الحله بتاعي بياخد لون على طول، وبحس كده ان هو طعم الدقيق فيه مش مستوي. خلاص مفيش مشكله. بصوا ما شاء الله ما شاء الله قبه وجميله ازاي. ما شاء الله التلاتة ما شاء الله يعني قابين يتاكلوا كده، عايزين يتشالوا من الطاسه كده يتاكلوا على طول. طيب اعرف منين ان هي مش مستويه واخده حقها في التسويه؟ ان هي اول ما ننزلها زي ما انتوا شايفين كده هنلاقيها على طول اخدت لون كده، مش هتبقى مستويه ويبقى طعم الدقيق فيها. هقوم طافيه خالص النار بعد ما اطلع كل الجمال ده. هقوم طافيه لمده دقيقتين 3 بس كده، النار تهدى معايا يعني الزيت يهدى معايا، وبعد كده انزل في الزيت تاني. بصوا ما شاء الله انا بنزل الواحده معاكم ما شاء الله عليها قبه وهشه كده بجد جميله. انا عايزاكم تقوموا تجربوها وانتوا تحكموا بنفسكم. بكوبايه الدقيق
وشوية المية. مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. ولا تقولي لي بقى ما بنعرفش في الحلويات ولا ملناش في المعجنات ولا اي حاجة. يلا قوموا تشجعوا واعملوها مع كوباية الشاي، ونفرح اولادنا بشوية دقيق وشوية مية. ان شاء الله تعجبكم. مش هتنسوني في الاشتراك في القناة ولا في تفعيل الجرس ولا في الشير واللايك عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا. وان شاء الله اعمل لكم حاجات جميلة، وصفات اقتصادية وبألف هنا وشفا. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، شكلوها بقى زي ما انتوا عايزين، زي ما قلت لكم كده، بشوية سوسات، بسيرب او بشربات، بشوية عسل ابيض، يعني زي ما تحبوا. التزويق ده بتاعكم انتوا، بس بجد فظيعة، طعمها حلو جدا.